عمي رقب، الشباب اليوم قايلين يطلبوا عصاير. زين انت ما عمي رقب، انت من؟ السيد ان شاء الله. عمي السيد. الشباب طالبين عصاير. وزين وشوف طلباتهم. شوف طلباتهم اليوم. اموره رجاله. ابو فهد، ابو الوليد، اديله شقه. ايوه ابو قاسم، ابو قاسم. شوف طلباتهم شباب. انا اعطيني افوكادو بدون مكسرات بدون عسل، خلي فريش ساده للساده. وانا كمان. نعم 2 افوكادو بدون اي شيء. شقه ولا لا بعسل؟ انا بعسل. 1 افوكادو بالعسل. تمام. بعد ابو قاسم خلاص خبرته. شقه شقف ابو الوليد. قاسم. لا بنزل عليه. بس تنزل؟ لا انت ما تشرب شيء. لا ما يستوي عاد. لا ابو قاسم ابو قاسم ما يصلح حبيبي. لازم تاخذوا حاجه. ما يصير ابو قاسم. ايوه تجيبهم. ايوه اديله يا سيد. لا ما ينفع تجيبهم. ما انت تجيبهم والله ما يكلف نفسه. بس خلاص اذا ما يكلف عن نفسه خلاص الامور طيبه. المهم ضبطنا واحنا موجودين. تمام. 3 افوكادو بالعسل، 1 شقف. لا 2 بدون اي عسل بدون اي مكسرات ساده، 1 بالعسل 1 شقف. احجام كبير وسط صغير. وسط. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وهذا يقول لك عصاير الشام اليوم. هذا الشباب عصاير الشام اليوم. هنا روح مو في سنة موجود. اقول لك مدير، انا اعطيني 1 بيض تشيز، 1 لحم تشيز دويري بدون ما يريد اي شيء فيه. انا اجيب ما يريد ملفوف. انا اجيب 2 بيض ها تشيز. زين وانت؟ واحده لا واحده بس. انا اخبرك هذا يجيب 1 لحم 1 بيض. ايوه اقول لك 1 لحم 1 بيض. بس خذ مناني كل شيء فيه سم، فيه كل شيء سم. ابو قاسم لا ولو واحده خلي عنك ولو واحده. ايش ما لازم ما بيض تشيز واحده حال ابو قاسم. بيض تشيز. خبره مو الطلبات، عرفتوا ولا لا؟ خبره مو الطلبات. عرفت انت عرفت؟ قلت لك انه ما يعرف ذا. راح يجيب غيره؟ راح يجيب بينادي الغيره تو. راح يجيب ترجم. ما يعرف راح يجيب ورقه يكتب. احسن شيء بالاوراق. ناس وقفتهم واقفه 5 سنين وقفنا في الشمس. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ابو فهد سلموا عليك. نعم. شافوا نفس السياره. ايوه خوات. السيارات يعني السيارات. ايوه السيارات يعني نفس الشيء. لا ما تفتكر شيء خليها حسن نية. ياكم مترجم. ايوه فهمت الحين؟ هذه 2 جبن لحم جبن جبن انا ما جبن تشيز، انا بيض تشيز ولحم تشيز. لا جبن غير. كل واحد كيسه ما يجيب مكس. أيوة. كيسه قال كيسه. هذا 2 نفر معي. هذا خلاص. لا يريد هذا موت. انا 1 جبن بيض. ايوه ابو قاسم بعد. سيم 2 جبن بيض تشيز. انا اعرف ابو قاسم راح سويسرا يطمن على فلوس مالنا اللي حاطينها، لانه احنا اغلب مصاريفنا حاطينها وين ابو فهد؟ حاطينها في سويسرا. اي والله يا اخي. فهو راح يشوف هناك يعني تجميل، يشوف الماديه ويشوف هذا. شوف السفره في حد من الناس. شوف يعني نقول يعني ما يقارب اسبوعين. كم كلفتكم؟ والله شوف انا اقول لك خليك مفتوح في حاجه يعني خليك مفتوح. يعني تقريبا ما تقريبا خليك يعني شوف انت رايح ومستمتع. اوكي بس انا اذا رايح شال 2000 ريال يمكن كفلنا بس كفل اسبوعين كفل بدقل كفل. التذكره كم؟ تذكره والله لا شوف تذكره لا حسب موسم. في بعض التذكره توصل 300 400 توصل. ايوه على حسب الموسم. لا لان الموسم هو انا شفت 380. شوف بعد هذا من بوكينج يعني ما كاتب. لو كان مكاتب بتكون غير. السفر عاده فيه تحديد السعر في الطيران. طبعا انت ما تلزمه لكن انت عملك اللي تقوم به في البلد اللي رايح لها
وكيف نوع التصرف. انا نحن سنويا نسافر، زين نسافر سنويا ونسافر لهذا البلدان. لما يجينا واحد يسالنا عن الاسعار نقول له بالقيمه الفلانيه، يستغرب ليش القيمه الفلانيه يعني ليش بهذا السعر وسعر بسيط. اكيد صح. زين احنا الحين رحنا خلال الفتره هذه السنه هذه رحنا البانيا وكوسوفو. الله اكبر. وجلسنا فيها 12 يوم. نعم زين يعني الحمد لله رب العالمين. زين حلوه. كان مصروفنا كامل من السياره والبترول والدواره والسكنات والمشي كامل، ونحن 4 كانت من طيران ويز، من طيران ويز 70 ريال. حتى شغلكم يعني الواحد تقريبا كلفه 200 وتقريبا 5 ريال، 205 ريال، 210 ريال كذي بالكثير. لكن ايش اللي حصل؟ اللي حصل معنا نحن ان نحن نطبخ، عدتنا معنا، مسوين توزيع على الشباب، العيش مالنا شالينه من هنا. من هنا العيش؟ لا اغراضنا كل شيء اغراضنا من هنا. لكن ما يكلف عليكم وزن؟ لا 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 ما يكلف، ما يكلف. انت رايح ما عندك وزن، انت رايح لكن انت 4 4 والوزن 30 5 لا 7 مال الداخل 37، لكن 7 حال الطائره داخل و30 هنا. فانا اقول لك كثير ما تخسر، تخسر لك البترول والسكنات والاكل. طبعا الفواكه وما فواكه وهاي الاشياء. السكن يومي كم قيمته في اليوم؟ من منطقه الى منطقه يختلف تقريبا، يعني تقريبا ما يتعدى عن حوالي 15 ريال الى 16 ريال باليوم. طبعا انتم مجموعه. احنا مجموعه، ويعني يعتبر شيء رخيص. شيء رخيص، شيء رخيص، يعني ما لنا في صعوبه. افكر اني اجمع واسافر. والله بالعكس انا افكر ابو الوليد، اذا تباني انا اكلمك على حاجه. نحن 4 ندفع شهريا مبلغ 30 ريال شهريا، 30 ريال نعمل شهريا. لله الحمد والشكر. تولفت معنا المبلغ، يمكن في خلال السنه ما نسافر بعض الاحيان. المبلغ اللي جاي من السفره الاولى نحطه نضيفه الى السفره الثانيه. ممتاز. الحين نحن في شهر 9 ونهايه 9. قبل يومين كنا جالسين في الخوض، في وادي الخوض هنا. كان جلسه الشباب هسه خلاص نقرر السنه هذه وين نروح السنه الجايه. زين، حد فيكم شيك على الصندوق كم فيه؟ هي امين الصندوق يعني 912 ريال هذا الصندوق اللي موجود فيه، ما شاء الله. و1000 وحاجه كذي يورو، وفي دولارات شيء بسيط. المبلغ فايض يعني عندنا. يعني هو ايش مسوي؟ هو مساعدنا اول بدوه كرحله. ثاني شيء يمكن احنا الاربعه يستوي عنده واحد ظرف. ايوه فاهم. فانت ايضا تاخذ من هذه الاشياء، تاخذ منها. التليفون مين يصيح هذا؟ ولد ابو قاسم. انا اقول الواحد يهتم في هذا الدنيا ويسافر ويريح عمره. ايش فوائد السفر ابو فهد ايش؟ اول سفر تفريج هم الله، وكسب معيشه الله، زين، ورفقه الصاحب الله. ايوه هذه كلها. الصديق ما تعرفه الا في السفر. الفوائد الاخرى يقولوا هناك المال والجمال والوجه الحسن. هذاك الوجه هذاك موجود، لكن الانسان لما يمشي في هذه هو يعطي شعار لدولته، يعطي شعار للدوله اللي رايح لها، الاحترام والتقدير. يعني هو يمثل نفسه ويمثل بلده. انا اكلمك من منطق. شوف يعني نحن لله الحمد يمكن الحين من 2014 وحن كله سفر عندنا، يعني في 2014 من 2014 نفس المجموعه نفس الفريق. زين، لكن ما يالنا سافرنا لابسين باطلون في كل اعماني. الله، في اي مكان. الله، في اي مكان. خير تمثيل للبلد. شوف بين الكمه او بنصر. ولكن والله وانا اعطي هذه امانه امام الله سبحانه وتعالى، ان الاحترام نحصله من جميع الدول. بالضبط، صحيح، حقيقه. يعني العماني له احترامه وتقديره. نعم. يعني حتى اقول لك انت قرب الاكل وتشكرنا على هذا المقهى. ان شاء الله. مقهى سالم حماد هذا اسمه، ان شاء الله. الله يرحمه. صح. هذا المقهى معروف، كان سابقا اول على الشارع، يعني ما شاء الله اكلاته لذيذه وجميله.
مرة نمبر 1 فيري نايس وبست. قال ابو قاسم بست. ابو قاسم المعجب وش يقول معنى بست يعني؟ هو جابها كم؟ ريالين 700. لا ما رد. انا ادفع. نعم ما ادفع. لا حسابي. خلاص ابو الوليد. خلاص؟ ايوه خلاص. كلها حسابكم على حسابي اليوم. احسنت ثاني جزاك الله خير. قلقاز هذا قلقاز. مره موثق انا ما يحتاج ابو قاسم. الامور طيبه اليوم برعايه الشباب ما شاء الله عليهم جزاهم الله خير. الله يبارك فيك واحنا سعدنا بلقائك بعد كذلك. يعطيك العافيه. بس باقي عاد العصائر بنخلص ناخذ العصائر ان شاء الله. الله يبارك فيك. كلهم طيبين طايلين علي انا. اكيد انت تضرب ليت لا راح السياره على بالك تضرب حاله بعدين. ولا بنجيك هناك كلها. بنروح لهناك احسن نستلمه منك طازج. هذا العصير واصل. احمد بعد شيء ضيافه بعد؟ ايوه ما شاء الله. لانه ابو قاسم زعلنا مش عارف. لا زعلان مننا ولا ايه؟ لا ليه زعلان؟ تفضل. يلا هذا وش العصير هذا التست؟ هذا رمان. ثلاثة رمان. ايوه جاي لسه نازل اهو. الرمان يمني ولا من الجبل؟ يمني. ليش ما تاخذ الرمان العماني؟ لسه بنرصه الحين. اوكي تمام. شقق عليك بس كذا. كامل الكوكس حاله. افوكادو بالعسل واثنين افوكادو بدون سكر. هذا العصير هنا يغلف. خلاص انا قاعد يا معلم نسيت اكيد. خليه هنا لا شباب احسنت ابو قاسم. احسنت جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله العافيه. احسنت واحنا اسعد كذلك ابو قاسم. احسنت ما شاء الله تبارك الرحمن. انتم صغيرين مو مختارين. انا بقول ما حسب. اقول لك اثنين في مكسرات واثنين بدون مكسرات. يلا بالعافيه عليكم شباب. لا هذا حالي لك حالي. بالعافيه عليكم شباب. شله شله ما حال هني. شيء مكان كيف ما شاء الله يهداك. بالعافيه عليكم شباب. الله يعافيك. احسنت يا بدر. احسنت جزاكم الله خير. ما قصرت اليوم ما قصرت. بيض الله وجهك. وجهك ابيض طال عمرك. احسنت يا ابو احمد. ابو عبد الرحمن. بالعافيه عليك. بالعافيه عليك. اليوم صراحه هذا الشباب اللي تعتز فيهم يعني ودائما تحاول انك تسافر معاهم تطلع معاهم ان شاء الله. ودائما هذه الطلعات كثر من هذه الوجبات. اكيد صراحه انا اقول لك يوم تطلع مع صديق جوعان. لانه ايش؟ لانه بياكل وبتاكل معه. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافيه ان شاء الله. ما شاء الله شباب ايش رايكم في العصاير؟ ممتاز فوق الممتاز. ممتاز. ابو فهد ايش رايك في الافوكادو؟ جزاك الله خير حقيقه على هذا الشيء الرائع. اختيار موفق. اكيد. اللي يمشي معك انت ما موفق. الله جزاك الله خير. ابو الوليد اعطينا رايك. والله حقيقه ما شاء الله عصائر الشام من افضل العصائر. الله جميل بدون سكر. الله يعني انت كل وانت مطمن. الله السكر ما بيرتفع معك. خلاص نروح عند ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن كيف؟ اختيارك ممتاز مره يعني؟ ممتاز. بارك الله فيكم. بصراحه عاد الحين انا اقرب هذا العصير. هذا العصير افوكادو. لكن بالنسبه لهذا العصير طبعا دائما الافوكادو يغنيك عن كل شيء. بالاخص لما تحطه بدون سكر بدون اي اضافات. انا عن نفسي كذا اللي اشربه. اما انتم ما اعرف اختياركم كيف يكون او ايش اللي انتم تحبوه. في ناس تحبه بالعسل وفي ناس تحبه بالسكر وفي ناس تحبه بالمكسرات. لا والله هذه احلى ما يكون بدون سكر. ساده لان السكر اصلا هو سبب المشكله في جسم الانسان. صحيح. هذا سبب المشكله الكبيره هو السكر. يعني كذا نقول الحمد لله رب العالمين الذي أطعمنا وأسقانا وأروانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله. اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير ونشكركم على هذه الطلعة الحلوة. لك الحمد على ما أعطيت. لك الحمد بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. أحسنت أبو عبد الرحمن. أكرمكم الله. كأنك تنطاوس تشوف الوكالة. كأنك ودك تخرج سيارة من الوكالة. زدنا البلع.
ما تبى جديده خلاص. كيف اللي عنده يهتم بسيارته. نرضى بما قسم الله لنا. الحمد لله اكيد.